بيبدأ الفيلم مع نارا اللي هي رنا، يعني العروسة المقموصة واللي قاعدة في الكوشة مفروسة، وده بسبب إنها مجبرة على الجوازة دي، وأصحابها بيروحوا ياخدوا سيلفي العروسة على الكوشة وبيقولوا لبعض كله يقول عريس، لكن رنا بتكون باصة على الكاميرا وهي متضايقة. ومن الناحية التانية بنشوف وائل وهو قاعد في حانة مع أصحابه وعمال يقول خاينة يا رنا، واطية يا رنا، وأصحابه بيقولوا له يا عم انسى بقى وهنجوزك اللي أحلى منها. فبيقول لهم وربنا ما يحصل، ما انا مش هقعد مكاني كده وانا عارف انها بتتجوز، انا هروح اهد الفرح على دماغهم واخطفها ونهرب. ولما بيفتح الباب علشان يروح يعمل خطة افلام الكرتون اللي بيقول عليها دي، بيتفاجئ ان رنا في وشه اساسا وبتقول له حاسب سواق التاكسي عشان انا مش معايا فلوس. وساعتها بيستغرب وبيقول لها ايه جايه بالفستان هنا ليه، هترقصوا سلو على الترابيزه؟ فبتقول له لا انا هربت من الفرح يا حبيبي، ما هو انا مش هقدر اتجوز حد غيرك. وبنشوف بدايه قصه حب مشرقه وجميله ترجعنا كده الفيلم حبيبي دائما. المهم بعد شويه بنشوف وائل لما بيروح يقابل مامة رنا بكيزة هانم الدرامالي، واللي هي ست غنيه جدا، ووائل علشان يبهرها رايح وهو لابس البدله من غير ما يشيل التيكت. المهم بيكون قاعد متوتر جدا وقلقان، وبيقول انه عارف النوع ده من الزيارات ومتاكد انها هترمي كوبايه الميه في وشه دلوقتي. ومامتها بتقول له انا كنت متشوقه اشوف مين جورج كلوني اللي بنتي سابت الفرح وهربت علشانه ده، بس في الاخر طلعت عادي شبه كل الكوريين، يعني اللي هم كلهم شبه بعض اساسا. وبتقول له انه بالرغم من انه فقير وحقير ومش هيعرف يعيش بنتها كويس، الا انها موافقه علشان تشوف بنتها مبسوطه، وبتديله ظرف فيه فلوس وبتقول له اشتري شقه في ماونتن فيو كوريا تعيشوا فيها علشان بنتي تعيش في مستوى كويس زي الناس. بعدها بيروح وائل يقابل بابا رنا واللي هو اللواء شوقي اللواء في الجيش، وبيفضل يقول له بقى انت فاكر انك بتحب بنتي اكتر مني وعايز تاخدها؟ طب وربنا لا اقتلك. وبيدخل يجيب البندقيه وبيكون عايز يقتله بجد، لكن رنا بتقول له انها بتحبه وعايزه تتجوزه، وبتفضل تدبدب في الارض وتقول له جوزهولي يا بابا، بحبه يا بابا. وفعلا بيتجوزوا هما الاتنين. وفي الفرح بنشوف جدة رنا من ناحية الأب وهي بتقول لمامتها ايه ده حفيدتي بتتجوز تاني ولا ايه؟ فبتقول لها لا يا تيزة ده نفس الفرح بس احنا بنعيده تاني علشان اللي فاتوا حاجة في الفرح الأولاني يشوفها في الإعادة. فبتقول لها بس العريس شكله مختلف عن المرة اللي فاتت يا بنتي. فبترد عليها وبتقول لها مش مشكلة دي شكليات، يعني المهم انه راجل وخلاص. وبنيجي بقى للوقت الحالي وبنشوف الحالة اللي وصل ليها وائل ورنا، والاتنين مش طايقين بعض وكل واحد فيهم مشغول في حياته وشغله ومحدش فيهم بيتكلم مع التاني، والشقة بتاعتهم متبهدلة على طول وكل واحد فيهم عايز يخلص من التاني بأي شكل. وفي المشهد اللي بعده على طول بنشوف ان هما الاتنين قاعدين في محكمة الأسرة، واللي فات ده كله كانوا بيحكوا للقاضي وبيطلبوا منها تحكم لهم بالطلاق علشان العيشة بقت مستحيلة دلوقتي مع بعض. وبتبدأ رنا تحكي وتقول انا عرفت انه مش مناسب ليا من قبل ما نتجوز، لما البيه البخيل الجلدة قال لي ليه ناخد شقة كبيرة واحنا اتنين بس، ما ناخد شقة بأوضة واحدة بمنافعها. ووائل بيقول لها نعم يا اختي، ده انت كنت عايزاني اوديكي سويسرا، فاكرة نفسك متجوزة وائل ابو هشيمة ولا ايه؟ وبعدين هتعملي لي فيها بريئة، مش فاكرة لما كنتي بتعايريني اني عاطل عن الشغل؟ ورنا ما بتسكتش وبتقول له يعني انت مش فاكر امك اللي كانت بتشوف انا بحط صابون قد ايه وانا بغسل المواعين وعامله لي فيها من شرطة النظافة؟ وكمان بتفكره بالبنت اللي قفشته بيخونها معاها. فبيقول لها طب والله ظلماني وكانت علاقة احادية الشط، يعني هي بتحاول تتعرف عليا وانا كنت منفض لها، وبعدين دي الانسه هايدي اللي موجوده في اي شغل عادي يعني. وبيفكرها لما لقاها بتتكلم مع مخرج افلام وكان حاطط ايده على كتفها وهو دخل ضربه. والاتنين بقى بيفضلوا يفتكروا لبعض كل المواقف المهزأة اللي عدت عليهم لحد ما بتقول لهم القاضي خلصتوا شكاوي؟ طب معاكم مهله 30 يوم تجربوا انكم تتعاملوا مع بعض وتحاولوا تصلحوا اللي بينكم ومفيش طلاق. وساعتها بيمشوا هما الاتنين ووائل بيخطف منها مفاتيح العربية وبيقول لها انا اللي بدفع الاقساط، وبيعرض عليها يوصلها في طريقه. وفي الطريق بتفضل رنا تقول له اذا كان فعلا زهق منها من زمان ولا لا، ووائل بيفضل يتريق عليها ويقول لها ني 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 ني، فبتقول له بطل الحركه المستفزه بتاعتك دي. وبيفضلوا يتخانقوا هما الاتنين لحد ما بيعملوا حادثه قويه جدا والعربيه بتدشمل. وبعد شويه بيفوقوا وبيلاقوا نفسهم في المستشفى وكل واحد فيهم واقف قدامه اهله علشان يطمنوا عليه، والدكتور بيجي وبيطمنهم كلهم وبيقول لهم ان حالتهم مستقره دلوقتي. فبتقول سعديه مامة وائل الحمد لله دي علشان العربيه قويه بس، يلا اهو كله من فلوس ابني حبيبي. فبتقول لها بكيزه هانم وبالنسبه للشقه بقى اللي ابنك الشحط
معرفش يجيب زيها لبنتي وانا اللي اشتريتها. وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض لحد ما بيقول لهم وائل يبطلوا. وبيقول لباباه ومامته والله يا جماعه انا مقدر جدا اللي انتوا بتعملوه معايا ده، بس انا لحد دلوقتي مش عارف انتوا مين اصلا ومش عايز افصل حماس الخناقه ده. ورنا هي كمان بتصوت لانها مش عارفه مين دول وهم فين. وساعتها الدكتور بيقعد مع الاهالي وبيقول لهم ان اللي حصل ده زي الافلام كده، واولادهم فقدوا الذاكره بسبب صدمه تعرضوا ليها، وممكن لو تعرضوا لصدمه تانية زي خبطه قويه على الدماغ وتهيأت الظروف المناسبه الذاكره ترجع لهم تاني. وفي الوقت ده الممرضه بتقول لوائل ورنا انهم متجوزين، والاتنين بيستغربوا لانهم مش فاكرين حاجه. لكن وائل بيفضل يبص عليها ويقول ايه ده، انا كان ذوقي حلو بقى ولا ايه؟ لكن رنا بتقول لنفسها هو انا ازاي بصيت للجربوع ده؟ وبعد شويه بيحاول وائل انه يتكلم معاها وبيقول لها لو سمحتي يا انسه انا عندي في الموبايل في علامه على يوم 15، هو ده عيد جوازنا؟ فبتقول له بقول لك ايه، انا مش فاكره حاجه زيك بالظبط. لكن سهى اخت رنا بتقول له لا عيد جواز ايه بعد الشر، ده اليوم اللي هتطلقوا فيه ان شاء الله. وفي الوقت ده بتقعد مامة كل واحد فيهم مع الدكتور اللي بيطلب منهم انهم يخلوهم يتعرضوا لظروف مناسبه زي اللي كانوا بيعدوا بيها خلال يومهم، زي مثلا انهم يفضلوا مع بعض شويه وكل واحد فيهم يرجع شغله ويشوف القرف اللي هناك فهيتصدم والذاكره هترجع له على طول. وبعد شويه مامة رنا بتقول لسهى تروح مع اختها وجوزها البيت وتقعد في النص زي اي طفل مصري اصيل بيقعد لاخته لما خطيبها يجي البيت، وبتطلب منها انها تخليهم يتطلقوا في اسرع وقت وما تحاولش تخليهم يقربوا من بعض بدل ما يحبوا بعض تاني وتبقى نيره سودا يعني. وبتكون بتعمل كل ده علشان تخلص من وائل اللي ما كانش عريس مناسب لبنتها من الاول. وفعلا بتروح سهى معاهم البيت وبتحاول انها تفكرهم علشان الذاكره ترجع، وكل ما يسالوها على حاجه تقول لهم سهى انتوا كده كده كنتوا بتكرهوا بعض وهتتطلقوا. وبعد شويه بيروحوا كلهم علشان يحضروا تجمع لاصدقائهم القدام يمكن حد فيهم يفكرهم بحاجه. وساعتها وائل بيقابل بهاء صديقه اللي عنده حانه وبيقول له انه اتعرف على رنا هناك، وبيفكروا باللي حصل وانه اتعرف عليها بعد ما كانوا هما الاتنين سهرانين عنده ومره واحده تعبت ووائل ساعدها واخدها على المستشفى، ومن وقتها بقى وهي شقطته ومعجبه بيه وبتحبه. وبيفضل يحكي له انها كمان كانت بتخرج معاه وهو كتب لها على كارت البيسبول في اي يوم يتقابلوا فيه. وبعد شويه بنشوفهم هما الاتنين وكل واحد فيهم معاه مامته وبيتكلموا مع خبيره علاج بالطاقه وبتقول لهم انها هتنيمهم مغناطيسي. وبترجع وبتبدا ترجع شويه اجزاء من الذاكره عند وائل وتقول له انه يحاول يمارس يومه بشكل طبيعي وساعتها الذاكره هترجع تاني. وفعلا كل واحد فيهم بيرجع على شغله، ورنا بتقابل المخرج الملزق اللي كان حاطط ايده على كتفها قبل كده وبيحاول يعتذر لها وبيقول لها ان ما كانش قصده. فبتقول له والنبي يا اخويا انا ما فاكره حتى اسمي، لا ده حرفيا انا فعلا فقدت الذاكره بجد يعني. المهم بعد شويه بنشوف وائل لما بيرجع له جزء من الذكريات بتاعته وبيبدا يشوف ان رنا جميله وبيقول لنفسه ما هي مراتي، طيب ايه الليفل اللي بعد كده، اكيد مش هشقطها من اول وجديد يعني. فبيقرروا يروحوا للدكتور وهناك بيقول لهم ان طالما الطريقه دي جابت نتيجه كويسه مع وائل يبقى لازم يكرروا كل الحاجات الحلوه اللي كانوا بيعملوها ويقربوا من بعض شويه. وفعلا تاني يوم بيروحوا هما الاتنين على ملعب بيسبول، بعدها بيروحوا يتعشوا مع بعض في مكان رومانسي وبيفضلوا يتكلموا وبيبدا يحصل تعطيف وتلطيف بينهم. ولما بيخرجوا الشارع بتقرب رنا منه بس بعدها بتضربه بالقلم وبتقول له ايه اللي انت بتعمله ده يا قليل الادب. لا يا جماعه دي نبذه عن هرمونات الستات عادي مفيش حاجه. المهم بيقرروا يقضوا اليوم عند بهاء في الحانه وبيجمعوا الشله بتاعتهم اللي كانوا متعودين يسهروا معاهم، وفعلا بيتجمعوا كلهم وده بيساعد وائل انه يفتكر شويه حاجات. بس تقريبا الجزء المسؤول عن الحاجات الوحشه كان فاصل شحن في الوقت ده لان وائل بيفتكر كل الحاجات الحلوه بس، وده بيخليه عايز يقرب من رنا اكتر ويعترف لها انه بيحبها سواء بقى كانت مراته او لا. بعد شويه بيرجعوا كلهم على البيت وهناك سهى بتكون واقفه لهم زي بتوع الكارته كده مع الميكروباصات، لكن الاتنين بيقولوا لها انهم ما كانوش مع بعض، ووائل بيكون جاي لوحده مع اصحابه ورنا هي كمان بتكون جايه لوحدها مع اصحابها علشان يثبتوا لسهى انهم ما كانوش مع بعض. وطبعا سهى كل شويه بتتصل على مامتها علشان تديها التقرير لحد ما بتدخل الاوضه عليهم في مره وبتلاقيهم في مرحله احتساء الشاي، فبتجري بسرعه وبتتصل على مامتها علشان تقول لها الحقي يا ماما الحقي بنتي
بنتك السافله سايبه جوزها يقول لها do you love me. ووائل بيجري من الاوضه وبيحاول يلحقها وبيقول لها بلاش فضايح إلهي تنستري، لكن المشكله انه بيدوس على كره البيسبول على الارض وبيقع على دماغه. وساعتها سهى ورنا على طول بيجروا عليه وبيحاولوا يقوموه، لكن وائل بيطمنهم انه كويس وبيقول لسهى كده يعني حد يقول الكلام العيب ده برضه، وبيديها الكريدت كارد بتاعه وبيقول لها انزلي بقى هاتي كل الحاجات اللي نفسك فيها. وبيفضل يقول لها انتي ما بترديش ليه، عيب كده. لكن المشكله انها ما بتردش لانها اساسا واقفه وراه وهو بيدي الكريدت كارد للحيطه ومش شايف هو فين بسبب الوقعه. وفجاه بيقع على الارض وبيغمى عليه، وساعتها بياخدوه على المستشفى بسرعه، وهناك بيكتشفوا انه لما بيفوق ان الذاكره رجعت له تاني. وبعد شويه بنشوف بكيزه هانم وهي بتتكلم معاها انها ضحت علشانها في المره الاولى ووافقت انها تتجوز من وائل علشان بتحبه، لكن المره دي مش هتسيبها الا لما تطلقها وتجوزها واحد تاني يليق بيها وبعيلتها. وبتفضل تقول لها ان حياتها مع وائل كانت حياه صعبه ومش لازم تفكر فيها تاني علشان هي قررت تبعتها بره علشان تكمل تعليمها بمجرد ما يتم الطلاق. وبعد شويه بتروح رنا وبتقول لوائل انها عرفت ان ذاكرته رجعت، وبتعرفه ان كل اللي حواليها قالوا لها انهم ما كانوش مبسوطين مع بعض، علشان كده بتودعه وبتقوله انها قررت تسافر وتعيش تجربه جديده، لانها حتى لو وافقت تفضل معاه دلوقتي ممكن الذاكره بتاعتها ترجع في اي وقت وتبقى مش طايقه تشوف خلقته تاني. وبعد ما بتسيبه وبتمشي بيرجع وائل على الشقه علشان يلم حاجاته، وهناك بيعرف ان مامة رنا جايه تستعجله علشان بنتها مسافره النهارده وهي محتاجه الشقه بتاعتها ترجع لها. وبعد شويه بيقعد وائل مع اصحابه وبيقول لهم انه مش متخيل انه مش هيشوف رنا تاني، فبيشجعوه انه يعمل زي اي فيلم ملزق ويقتحم المطار ويخليها تلغي فكره السفر. وفعلا بيقوموا كلهم وبيجروا على المطار وبيقدر يلحقها، وبيفضل يقول لها انا عارف اني شخص سيء في روايه احدهم وعارف اني بتاخر في حاجات كتير لكن انا بحبك. وبيفضل يتكلم معاها كتير ويعتذر لها. وفجاه رنا بتجيب له شلل هو وكل اللي حواليه وبتشيل السماعه اللي كانت مستخبيه تحت شعرها وبتقول له ايوه كنت بتقول ايه بقى علشان كنت بسمع اغاني معلش. فبيحبط كده شويه وبيرجع يقول لها على الكلام ده تاني، وساعتها بتقول له انها مش موافقه وانها خلاص خدت القرار وهتسافر تكمل تعليمها بره. فبيخرج وائل من المطار وهو محبط وزعلان، لكن فجاه بتنادي عليه رنا وبتقول له ان لسه قدامهم مده 90 يوم كامله علشان يتطلقوا بشكل رسمي من المحكمه، وبتقول له ان ال 90 يوم دي هي اللي هتحدد كل حاجه هو اذا كانوا بيحبوا بعض ولا لا. هو بتعرفوا انهم هيبداوا مع بعض بدايه جديده وانها لغت فكره السفر دي من دماغها. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من الموالي البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت واول ما تحسي ان جوزك زهق منك اعملي نفسك فقدتي الذاكره لما اداكي بالشلوت وهو نايم ووقعك من على السرير، فهيحس بقى بالذنب وهيفضل معاكي، وانتي بقى اعملي فيها كيوت وخليه فيكي يموت. ايه ده مش هيحس بالذنب اصلا وهيسيبك ويروح للانسه هايدي. طب انا اسف وشكرا يا فندم.